لو انت جديد في الجيم، تاني نصيحة معانا النهاردة، وخلي بالك وانت بتبدل الاوزان على الاجهزة للتنفس الصحيح. اخر نصيحة معانا النهاردة وهي لازم تشوف الفيديو ده، لاني هنصحك مجموعة نصايح مهمة جدا جدا هتفيدك لو قررت تنزل جيم او حتى بتتمرن بقالك فترة. طالما قررت تنزل جيم يبقى لازم تخلي بالك من النقط اللي انا هقولك عليها دي. لو انت جديد في الجيم دايما اتمرن بالاوزان اللي هتقدر تتمرن بيها من 12 ل 15 عدة، وده هيكون كفاية جدا انه يطور من شكل جسمك ويحسن من عضلاتك ويحسن من قوتك البدنية، وكل ما تبقى اقوى زود الوزن شوية. تاني نصيحة معانا النهاردة وهي اتمرن صح وتعلم التمارين كلها بشكل صحيح. مهم جدا التمارين تتعمل بمدى حركي كامل، هتتمرن بأداء صحيح هتلاقي نتيجة سريعة، وكمان هتحمي نفسك من الإصابات. وخلي بالك وانت بتبدل الأوزان على الأجهزة، لأن ممكن الإصابة ما تحصلش جوه التمرين وتحصل بره التمرين. بتجيب وزن من على الأرض أو بتحط وزن على الأرض، لازم تخلي بالك من ظهرك وانت بتنزل وانت بتطلع، لان ممكن لا قدر الله يحصل اصابه في الظهر نتيجه ان نزلت على الارض جبت وزن بشكل خاطئ. النصيحه الجايه وهي التنفس الصحيح. ازاي اتنفس في التمرين؟ هقول لك على قاعده بسيطه جدا. دايما خرج النفس وانت بتزق الوزن، وخد نفس وانت بتسحب الوزن. هقولها بطريقة تانية وأبسط. دايما طلع النفس في الجزء الصعب من التمرين، وخد نفس في الجزء السهل من التمرين. هعمل لك دلوقتي مثال لتمرين عضلة الصدر ازاي اتنفس لو بتمرن صدر، ومثال لو بتمرن ظهر ازاي اتنفس. زي ما انت شايف انا نايم تحت البار بتمرن صدر والبار فوق بالشكل ده. ببدأ اخد النفس وانزل واطلع النفس وانا بزق البار، لان وانا بزق البار هو ده الجزء الصعب. يبقى زي ما قلنا النفس بيخرج مع الجزء الصعب من التمرين. هشرح مثال كمان على جهاز السحب الارضي لعضلات الظهر، وطبق المثال على كل عضلات الظهر بنفس الاداء. انا قاعد وماسك الجهاز بتاعي، باخد نفس الاول وانا دراعي مفرود، وبطلع النفس وانا بشد البار او بشد الجهاز عليا بالشكل ده. وانا راجع باخد النفس وبطلع النفس وانا بشد الجهاز عليا. يبقى النفس بيطلع مع الجزء الصعب من التمرين. كده اعطينا مثال لعضلة الصدر، مثال لعضلة الظهر، نطبق كل الكلام ده على كل التمارين. اخر نصيحة معانا النهاردة وهي التوازن في التمرين. يعني ايه التوازن في التمرين؟ يعني لازم امرن كل العضلات بشكل متساوي، خاصة لو انا مبتدئ في الجيم. يعني ما ينفعش عضلات الشست او الصدر عندي ضعيفة فاتمرن صدر كل يوم، ما ينفعش عضلات الدراع عندي ضعيفة فاتمرن دراع كل يوم واهمل عضلات تانية. لازم الصدر يتمرن، الظهر يتمرن، عضلات الاكتاف بكل زواياها تتمرن، عضلات الدراع، رجلين، امامية، خلفية، سمانة، حتى عضلات البطن لازم تمرنها. التوازن في التمرين، ما تتمرنش مجموعة عضلات على حساب مجموعة عضلات تانية. وكالعادة طالما وصلت للنقطة دي في الفيديو يبقى عجبك. لايك، شير، احلى سبسكرايب. عندك اي سؤال ايا كان سيبه في كومنت وانا هجاوبك باذن الله.